السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد باش نحكيو فيه على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي المثالية لكأس افريقيا بعد ما نزلت القائمة. عندها تقريبا ساعة ولا ساعة ونص من اللي نزلت قائمة المنتخب الوطني التونسي، باش نعطيكم اليوم التشكيلة اللي ينجم يلعب بها المنتخب التونسي ولما لا ينتصر بكأس الافريقية. طموحاتنا كبيرة للبطولة هذه، وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يمشي لبعيد في كأس افريقيا، مش كما كأس العرب. المهم من غير ما نطولوا المقدمة اكثر، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كان تحبوا تتابعوا الكرة التونسية وخصوصا منتخب تونس الترجي التونسي. به بالنسبة لحراسة المرمى، فبصراحة ثم إجماع على دحمان البريود الأخرانية، ديما دحمان أساسي وشفناه يعني يقدم في أداء جيد يعني، ويستاهل أنه يكون أساسي مع المنتخب التونسي في كأس الأمم الإفريقية، وهذا هو الخيار الأقرب صراحة، أنه باش يكون دحمان هو الحارس الأول للمنتخب الوطني التونسي. خط الدفاع الثنائي الطالبي وديلان برون، بما أنه مرياح يعني اوكي لاعب جيد، ولكن نتصور حتى اذا كان باش يلعب مرياح الا في خطه دفاعيه، لكن خطه معناتها هجوميه ولا خطه معتدله نتصور باش يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، ويكون مدافعين فقط اللي هم الطالبي وديلان برون. بالنسبه للطرف الايسر موجود علي العابدي، اكيد هو اللي لاعب البارز يعني في المنتخب التونسي، من افضل اللاعبين ان لم يكن هو الافضل حاليا في تشكيله تونس، ف مكانه مضمون معناتها من غير نقاش ومن غير جدال. نتعداو توا للطرف الايمن، يان فاليري اكيد لاعب مميز، وضعيته معقده شوي مع فريقه. سمعت الاونه الاخيره انه الفريق يعني تقريبا مفلس، ف ان شاء الله يبرز في كاس افريقيا، وعلاش لا ما معناتها ما انت تبوش فريق كبير في انجلترا، لانه يستاهل بصراحه، لاعب ممتاز. بالنسبة لوسط الميدان، وسط الميدان موجود الصخيري، معناتها ما يتبدلش الصخيري، صخرة في وسط ميدان المنتخب التونسي. شفناه ضد برشلونة امس ولا لامس، كور ممتاز يعني، كور بطريقة جيدة ضد برشلونة. الياس الصخيري به. وسط الميدان الثاني اللي هو فرجاني ساسي، نتصور باش يبدا به من اجل الخبره، وفرجاني ساسي عنده معناتها ثقل في وسط الميدان ولاعب يقاتل يعني، وان شاء الله يقدم اداء جيد وما يخيبناش. نبدا نمشيو لوسط الميدان الهجومي اللي هو حنبال المجبري، نتصور ما يبداش بالغربي، يبدا بحنبال المجبري. والشوط الثاني ممكن يدخل اسماعيل الغربي، نشوفوه في الفترة الثانية. وممكن زادها في تشكيلات تكون هجومية شوية، يبدأ باسماعيل الغربي. بالنسبة للإشكالية في المنتخب التونسي، الأطراف في الهجوم، الأجنحة في الهجوم، ما عندناش جناح ايمن معناتها، على اليمين ما عندناش لاعب غير العيوني، فهمتوا؟ فنتصور انه العاشوري باش يلعب، وحتى رياس سعد، يتبادلوا المراكز بين اليمين وبين اليسار، وهذا احسن حل يعني، ما عندناش حل غيره انه العاشوري يكون على اليمين ورياس سعد على اليسار، ويبدلوا المراكز كل مره، خاطر زوز يلعبوا على اليسار نورمالمون. وبالنسبه للهجوم المستوري ما ثماش نقاش. هذه هي التشكيله اللي نشوفها المنتخب التونسي قادر بها يمشي لبعيد في كأس افريقيا. انتم اكتبوا لي رايكم في قسم التعليقات. السلام عليكم.